نورتوني في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن البرغل. احنا عارفين في مطبخنا المصري خصوصا مش بنستهلكه قد كده زي الأتراك والسوريين. بس بجد يا جماعة، هو انتي ما تعرفوا الفوائد بتاعت البرغل هتستخدميه دايما في مطبخك لأنه مفيد جدا للصحة كمان. معانا أشكاله زي ما احنا شايفين، بيبقى فيه منه الخشن وبيبقى فيه منه الوسط. ده خشن برضو، بيبقى فيه منه الناعم اللي هو بيبقى يخش معانا في الكبة والتبولة. لكن لو هينطبخ دي المجدرة معانا، لكن لو هتطبخيه هتستخدمي خشن. دي القيمة الغذائية بتاعته، غني جدا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة زي ما قلنا أنواع، وأهو معانا بيبقى معانا الناعم والوسط والخشن. ويفضل ان عند الطبخ تستخدمي البرغل الخشن. معانا بيعزز جدا الجهاز الهضمي وعملية الهضم، وبالتالي بيقينا من الإمساك. كمان بيعزز عملية النمو، بيحتوي على جميع الأحماض الأمينية الضرورية لبناء بروتينات الجسم. وطبعا كمان بيحافظ على صحة العظام قوية زي ما احنا شايفين معانا، بيحافظ علينا من هشاشة العظام. وكمان بيساعد لتنظيم النوم عشان هو بيحتوي على كمية عالية من المغنيسيوم، وهو كمان غني بالألياف جدا، وبالتالي وبيساعد على امتلاء المعدة، فبالتالي هينزل معانا الوزن. اللي عايز يعمل رجيم يدخل معاه البرغل بدل الرز. طبعا بيحمينا من خطر الإصابة بالسرطان لأنه برضو غني بمضادات الأكسدة. احنا عارفين أي حاجة مضادة للأكسدة هي بتفيد من أمراض السرطان. زي ما قلنا هو بيساعد على امتلاء المعدة ويحسسك بالشبع لفترة طويلة، وبيخفض معانا الكوليسترول لأنه طبعا هو غني معانا قلنا بالألياف، فبيساعد على نسبة تقليل الكوليسترول الضار في الجسم. وكمان بيحمينا من تصلب الشرايين، ومفيد جدا يا جماعة كمان لمرضى السكر. زي ما قلنا انه غني بالألياف وبيحسسك بالشبع لفترة طويلة. وكمان لصحة القلب والشرايين اللي هو جهاز الدوران، بيساعد جدا عشان هو غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم. والمغنيسيوم بيساعد في علاج الأنيميا، بيساعد في تكوين الهيموجلوبين. طبعا هو محظور بالنسبة للي عندهم حساسية القمح، واللي عندهم كمان حساسية الجلوتين، واللي عندهم اضطرابات مزمنة في الجهاز الهضمي. يستحسن ان احنا نجرب الاول بالذات اللي عندهم اضطرابات في الجهاز الهضمي، او ندخله مرة واحدة في الاسبوع كفاية، يعني متاكلش بنسبة كبيرة. وزي اي حاجة احنا عارفينها من زودش استهلاكنا جدا من اي شيء، لان طبعا الاعتدال مطلوب في اي حاجة بناكلها. بالذات اتفقنا اللي عندهم حساسية القمح ممنوع، اللي عندهم حساسية من الجلوتين ممنوع. لكن اللي هو ممكن عنده اضطرابات في الجهاز الهضمي ممكن ياكله مرة في الأسبوع، أو يجرب يشوف هو هيبقى معاه تمام ولا في مشكلة. نبعد عنه طبعا لو هو حاسس بأي حاجة. الأصناف معانا بتاعته كتيرة جدا، ممكن بيتعمل بالشعرية، بيتعمل بالحمص، بالبصل والثوم كده والطماطم، بالخضار واللحم. قلنا بيتعمل منه المجدرة. زي ما قلنا احنا المصريين مش بنستهلكه كتير، وطبعا هو بيخش في أنواع من السلطات الشامية. بجد هو طعمه لذيذ جدا. نحاول ندخله معانا في أطباقنا الأسبوعية، ندخله مرة 2، نشوف الأولاد هيتقبلوه طعمه. هو بجد بيبقى طعمه جميل جدا.
وزي ما شفنا معانا في الفيديو ان القيمة الغذائية بتاعته عالية جدا. طريقة طبخه كلها سهلة، هو اساسي ان انتي لازم بتحطيله حتة سمنة، قليل من البصل والثوم. الاضافات التانية بقى براحتك، عايزة زي ما قلنا تضيفي لحم، تضيفي فلفل الوان، تضيفي ناس بتعمله بالفلفل الاخضر، بالحمص، بالشعرية. اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم. مع السلامة.